بيبدأ الفيلم وكوب وأرثر قاعدين مع رجل الأعمال الكبير سايتو وبيكونوا على سفرة الأكل، والحقيقة إن السفرة كبيرة جدا بس أنا مش لاقي أكل، حاسس إن في عينات كده مش مهم. المهم بيتكلموا معاه وبيعرضوا عليه إنهم يشتغلوا معاه في إنهم يحموا أفكاره ويحموها من أي حد يخترقها، وبنعرف هنا إن أرثر وكوب اشتغلوا في الأحلام بس مش مفسرين أحلام، لا دول هجامين أحلام. والله زي ما بقول لك كده هجامين زي اللي عندنا اللي بيهجموا على البيوت ويكسروا الباب وبعدين يدخلوا يسرقوا، وهم بيعملوا كده بس بشكل تاني. هم بيدخلوا جوه عقل الشخص اللي مستهدف وبيبداوا يشكلوا حلم على مزاجهم وبيحسسوه ان ده واقع، وده علشان يسرقوا منه بيانات او ارقام لاي غرض بقى، وده ابسط شرح لشغلانتهم اللي ملهاش اسم دي. المهم نرجع لموضوعنا، وبيكونوا قاعدين مع سايتو وبيعرضوا عليه انهم يحموا افكاره من اي اختراق، وبيكون سايتو عاجبه الكلام لحد ما بيقولوا له انهم علشان يعملوا كده لازم يعرفوا بيانات كافيه عنه، زي مثلا عيلته وعلاقته بيهم واسمه وعنوانه وسنه وتاريخ ميلاده والمدرسه اللي اتخرج منها وبيحب الصدر ولا الورك وكده يعني. لكن في وسط البيانات اللي بيقولها بيقولوا له كمان ان هم محتاجين ان هو يقول لهم رقم خزنته، وده بحجه ان محدش يقدر يخترق دماغه علشان ياخدها. وساتيو بيحس بحاجه غلط وبنكتشف انهم اساسا في حلم دلوقتي وده مش حقيقه. ولما بيعرف كده سايتو هم بيهربوا وبيحاولوا يجيبوا الاوراق بتاعه الخزنه والرقم السري وكده، ولما بيتكشفوا بيحاول ارثر انه يحفظ اللي فوق الورق قبل ما يصحوه، لكنه قبل ما يعمل كده بتطلع واحده وبتبلغ سايتو بمكانه وفعلا بيقدروا يقبضوا عليهم، وبيهددهم كوب وبيحط السلاح على دماغ صاحبه. لكن ده ما بيكونش تهديد كافي، لان بكل بساطه اللي بيموت جوه الحلم كل اللي بيحصل له انه بيصحى وبس. فبتضربوا البنت دي في رجله بالرصاص علشان يحس بالوجع وكانه حقيقه، ولما بيشوف ارثر صاحبه كده بيضربه بطلقه في دماغه وده علشان يموته علشان يصحى وما يحسش بالوجع، وفعلا بيصحى ولكن الحلم بيبدا يتدمر، وده لان سايتو عرف انه حلم وبيبدا اللاوعي بتاعه يدمر الحلم. وبيصحى كوب هو كمان وبيحاولوا يهربوا قبل ما سايتو يصحى، لكنهم بيتفاجئوا لما بيلاقي صاحبهم التالت سايتو عرف يقبض عليه وبيكون اعترف عليهم، لكن سايتو مش بيأذيهم وده لانه محتاجهم في مصلحه، والمصالح بتتصالح وكده بقى انت فاهم يعني. وبيكون عاوزهم في انهم يغيروا اللي بيعملوه من انهم بيسرقوا فكره من دماغ حد لانهم بيزرعوا فكره في دماغ حد، وده اللي بيكون ارثر شايفه انه شيء مستحيل على خلاف كوب اللي بيقول ان ده ممكن يحصل عادي وانه عملها قبل كده بس كانت صعبه جدا. وبيكون الحد اللي سايتو عاوز يزرع في دماغه الفكره ده هو ابن اكبر منافس ليه، وده لان المنافس بتاعه ده خلاص على فراش الموت وبيودع يعني، والفكره عاوز يزرعها بتكون هي ان ابن المنافس بتاعه ده لما باباه يموت يبيع الشركات بتاعته او يوزعها او يعمل اي حاجه، والمهم عنده انه يخرج من المجال وبعد كده يفتح مشروع لوحده براحته بره مجاله. يا عم ان شاء الله حتى لو يفتح مشروع فول وطعميه في امريكا بس يكون بره عننا. وبتكون المهمة صعبة جدا لكن هم قدها، وبيروح كوب للمعلم بتاعه بيكون هو اللي معلمه الدخول في الافكار وصناعة الاحلام، ولما بيعرض عليه المهمة وبيكون مش عارف يعمل فيها ايه بيقول له المعلم بتاعه طيب ما تصنع الحلم انت، بس بيكون ارثر مش موافق على الفكرة دي، فبياخدوا المعلم بتاعه بيوريه واحدة من التلاميذ بتوعه وهي مصممة احلام بس محترفة، وبياخدها كوب وبيعزمها في كافيه كبير وفخم وبيبدأ يتكلم معاها ويفهمها حوار الاحلام ده بشكل اكبر، وهو بيقول لها ان هم فيه ده نموذج، فبتتخض وبتقول له يعني احنا في حلم دلوقتي؟ فبيقول لها اه ما انت فاكره ايه؟ يعني انت فاكره ان انا هعزمك في المطعم الفخم ده وهطلب الاكل ده كله وعايزاه يبقى حقيقه؟ يا حاجه احنا مش لاقيين ناكل والشغلانه مش جايبه همها بس. وبعدين وهم في الحلم بيتمشوا في الشارع ولكن بتلاقي كل الناس بتبص عليها، وده انعكاس للاوعي بتاع ارثر وهم دلوقتي غضبانين لان هي بتحاول تتحكم في دماغه، وفجاه بتلاقي نفس البنت اللي بلغت عن ارثر وكوب لسايتو فبتيجي وبتقتلها، وده طبعا بيكون شيء صعب بالنسبه لها وبيكون مخيف جدا، فبتقرر ان هي تمشي لكن ارثر بيحاول انه يفهمها ويخليها تفضل لكن هي بترفض وبتمشي، فبيقول كوب انها ترجع تاني، وبنعرف ان البنت اللي كانت في الحلم دي هي مرات كوب واللي ماتت تقريبا بسببه لانه كان معيشها 5 سنين في حلم جوه حلم، وكانت متعوده ان هي لما بتموت بتصحى من الحلم وبتكون في الحلم التاني، وبيكون مفهمها ان مفيش واقع وان كل اللي هم فيه ده احلام. وفي يوم بيقوموا للواقع الحقيقي وفي عيد جوازهم بيبص بيلاقيها قاعده على البلكونه وبتقوم نطه منها على اساس انها في حلم، لكن للاسف بتكون دي الحقيقه وبتموت، وفعلا بترجع تاني وده لانها بتحس ان في اثاره ومغامره في الموضوع وبتكون مبسوطه، وبيبدا ارثر يفهمها هو وكوب يتحكموا في الاحلام وتكون وتصمم حلم بجد، وبيوصل كوب للشخص اللي هيقدر يساعدهم وهو كيميائي وده اللي هيعمل المخدر اللي هيحتاجه في المهمه، وبيكون معاهم مصمم الحلم فريق كده يقدروا من خلاله ان هم يعملوا مهمه. المهم بيركبوا الطياره مع ابن المنافس واللي بيكون اسمه فيش
فيشر، وبتكون المهمة ان هم يدخلوا في حلم جوه حلم جوه حلم، وده علشان تكون الفكرة صغيرة جدا وما يقدرش يفتكر ان في حد هو اللي زرع الفكرة دي وقال له عليها، بالعكس يحس ان عقله الباطن هو اللي اداله الفكرة دي. علشان كده كانوا محتاجين مخدر قوي، وبيدخلوا اول حلم واللي بيكون عبارة عن ان الحتة بتمطر وتاكسي بيجي وبيركب فيه فيشر وبيركبوا هم كمان معاه، لكن بيتفاجئوا لما بيلاقي قطر جاي عليهم وقاعد بيخبط في العربيات، لكن المشكلة ان ده مش من تصميمه ومش عارفين هو جه ازاي. وفي نفس الوقت بيتعرض القطر ده والتاكسي بتاعهم لضرب نار من اللاوعي بتاع فيشر وبيتصاب سايتو، ولما بيهربوا بيروحوا مكان امن مفيش فيه ضرب نار بيعرفوا ان فيشر فيه واحد مستخلص احلام بيشتغل نفس شغلانتهم، يعني فيشر اتفق معاه علشان يدرب اللاوعي بتاعه على الهجوم التلقائي. ودي طبعا بتكون عقبة كبيرة بالنسبة لهم، وده لانهم ما كانوش عاملين حسابهم، وسايتو بيكون بيتوجع من الطلقة اللي خدها وبيفكر ارثر انه يقتلوه في الحلم علشان يصحى، لكن كوب بيرفض ده، وده بسبب المخدر اللي هم واخدينه، وبيعرفوا ان الطريقة الوحيدة لانه يصحى هي الارتداد مش الاكل، وانهم لو قتلوه حد منهم اتقتل في الحلم هيروحوا لعالم غريب اسمه ريليمبوس، وده اللي بيدخل فيه ممكن يقعد سنين كتير هناك ومش هيقدر يخرج، او ممكن توصل انه يقعد هناك للابد. وبيكون الوحيد فيهم اللي دخل المكان ده قبل كده هو كوب، وبعديها بيفكروا في خطة تانية علشان يقدروا يتعاملوا مع اللاوعي بتاع فيشر واللي اكتشفوا انه متدرب، وبيعملوا خطة فعلا وبينفذوها، وهي ان اتنين منهم هيلبسوا قناع زي الحرامي ويروحوا له ويسألوه على رقم الخزنة بتاعت باباه، لكن لما بيعملوا كده بيقول لهم فيشر انه ما يعرفش رقم الخزنة. وهنا بيدخل واحد من اللي مع كوب وارثر على شكل براوني، وده واحد تبع ابو فيشر على اساس انهم خاطفينه، وبيبدا يقول له ان باباه سايب له وصيه بديله في الخزنه دي، وهي انه يدمر امبراطوريه بابا ويبدا لوحده. فبيساله ليه، بيقول له هو كده ما تستفسرش كتير. وبتروح المهندسه لكوب وبتقول له ان القطر اللي شافوه ده كان تبع اللاوعي بتاعه هو، وان معنى كده اللي مراته موجوده هنا كمان لكنها مش عارفه المكان لان هو اصلا ما يعرفوش. وبنعرف هنا ان كوب ما كانش عاوز هو اللي يصمم الحلم ده، علشان لو هو اللي صمم الحلم ده هيكون عرف كل الاماكن اللي فيه وعرف كمان مكان الخزنه، وبكده هتكون مراته عارفه كمان وهتبوظ له المهمه، وده لانها موجوده في عقله. وبيبدا كوب يحكي للمهندسه ان هو ومراته دخل عالم الريلينيبوس وفضلوا هناك 50 سنه وكانوا مبسوطين انهم مع بعض، لكن مع الوقت بيزهق وبيكون عاوز يرجع لحياته العاديه، على عكس مراته تماما اللي خدت منه التميمه بتاعته اللي من خلالها بيعرف هو في الحقيقه ولا في حلم، وده لانها عاوزه تفضل هنا ويكونوا مع بعض. لكن في يوم بيصحوا للعالم الحقيقي ومن كتر السنين اللي عاشوها جوه ما بتقدرش تفرق بين الحقيقه والحلم، وبتكون حاطه في دماغها انها لازم تنتحر علشان تصحى للعالم الحقيقي، لان هي فاكره ان هي لسه في الحلم، علشان كده انتحرت. لا، وهي كمان علشان هي كانت فاكره ان في حلم كانت بتحاول تجبر كوب انه ينتحر معاها، وده كان مفاجاه منها ليه بانهم يرجعوا للواقع، بس هي ما تعرفش انها اصلا في الواقع. ولما بيرفض كوب بتقول له انها ادت للمحامي ورقه بتقول فيها اللي هو بيحاول يقتلها ويا ينتحر معاها يا يقضي بقيه عمره في السجن، وده على اعتبار انهم في الحلم، وهي لحد دلوقتي لسه بتطارده في عقله. وبيروح كوب وارثر لفيشر وهم لابسين قناع برضه، وبيحطوا مسدس على دماغه وبيقول له ان هو 4 ارقام بيجوا في دماغه، وبيقول لهم فعلا وبيسيبوه وبيخرجوا، وبينتقلوا للطبقه الثانيه من الحلم وهو حلم جوه الحلم، وبيكون قاعد مع واحده في كافيه، وبيجي كوب على اساس انه اللاوعي بتاعه وجاي يحذره، وبتقوم البنت دي وبتسيب له مناديل مكتوب عليها نفس ال4 ارقام، وبكده يكونوا زرعوا في دماغه ال4 ارقام دول، وبيقنعوا كوب انه في حلمه، وبيحاول انه يقنع الحلم الاولاني هو الواقع والحلم التاني هو الحلم، وفعلا بيقنع فيشر، وبيدخل اوضه في الفندق واللي بتكون فيها الخزنه وهي اللي بنفس الارقام دي، بس بيشوف براوني جوه وبيقول له ان هو اللي جاب العصابه دي علشان ما يوصلش للخزنه، فبيحس ساعتها فيشر ان الخزنه دي مهمه ونشوف اللي جواها، وبيقول له كوب انهم لازم يدخلوا جوه عقل براوني علشان يعرف هو بيخطط لايه، فبيوافق، لكن اللي هو ما يعرفوش ان هم يدخلوا جوه، ولما بيحضروا بيدخلوا للطبقه الثالثه من الحلم وهو الحلم اللي جوه حلم جوه حلم. والحلم الاول بيكون يوسف الكيميائي واللي عمل المخدر ليهم هو اللي بيكون صاحي وبيسوق العربيه، لكن اللاوعي مازال بيهاجمه، وساعتها بيحط سماعه على ودان ارثر علشان يعرفوا ان هم خلاص على وشك انه يعملوا الارتداد، ولازم هو الفريق اللي معاه يعملوا نفس الارتداد في الحلم اللي هم فيه، وده لان ارثر هو اللي صاحي في الحلم التاني. وبكده علشان ما نتوهش من بعض، اللي صاحي في الحلم الاول وارثر اللي صاحي في الحلم التاني وهم كلهم صاحيين في الحلم التالت.
وبيبقوا لازم ان هم يصطدموا في حاجة في الحلم التاني، واللي بيكون ارثر بس هو اللي فيه صاحي، واللي ما بيكونش فيه كمان جاذبية، وبيكون مع ارثر دقيقتين اللي بيعدوا في الحلم التالت 20 دقيقة. فبيفكر في خطة علشان يعمل كده، وفعلا بيبدأ ينفذ الخطة. وبنروح للحلم التالت وبنشوف فيشر ومرات كوب وهي جاية من وراه وبتروح قتلاه، وبكده تكون المهمة باظت. لكن المهندسة بتعرض عليهم انهم يخاطروا له حلم رابع، وده اللي هيديهم وقت اطول قبل ما فيشر يموت. وفعلا بيعملوا كده، وبيروح كوب لمراته وبيعترف لها بان هو اللي زرع الفكرة في دماغها، وبيعترف لها بكل حاجة حصلت، وبيقول لهم يمشوا ويسيبوه معاها. وبنروح لفيشر اللي بيروح المستشفى وبيلاقي باباه بيحتضر، وبيشاور له على الخزنة وبيقول له افتحها. ولما بيفتحها بيلاقي الوصية، وان هو مش عاوزه يمسك مكانه بعد كده او يكمل الامبراطورية بتاعته. وبيكون في الخزنة مع الوصية اللعبة بتاعته وهو صغير، وبتحصل الارتداد في الحلم الاولاني، وبعدها في التاني، وبعدها في التالت، وبعدها في الرابع. لكن الوحيد اللي ما بيعملش ارتداد معاهم بيكون كوب، وبيفوقوا كلهم ما عدا كوب اللي بيكون لسه في الحلم. لكن بيشوف هناك سايتو وهو عجوز، وبيخبطوا وبيعملوا الارتدادة، وبيفوق مرة واحدة في الطيارة. وبيكون فيشر مش فاكر اي حاجة، وكان فاكر بس انه نايم مش اكتر. وبتكون تمت المهمة بنجاح، وبنعرف ان كل ده مقابل ان سايتو عن طريق معارفه هيشيل من عليه الحكم بتاع مراته، وبكده هيقدر يرجع لعياله تاني. وفعلا بينفذ ده وبيرجع لعياله تاني، وبيلف التميمة علشان يعرف ده حلم ولا حقيقة. لكن بيخلص الفيلم واحنا نفسنا مش بنعرف ده حلم ولا حقيقة. اتمنى يكون عجبكم الفيلم. سلام.